يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى هنعمل حاجه سهله وبسيطه، حاجه كده حلوه سريعه، فطير المستعجلين. طريقتها سهله وبسيطه جدا، اتطلبت مني من واحده حبيبتي كده وقلت لازم اعملها لها. بصوا بقى الجمال والحلاوه، تعالوا ندخل على الفيديو على طول ونشوف عملناه ازاي. صلي على سيدنا محمد ونحط لايك للفيديو واشتراك للقناه لو مش مشتركين. جبت بقى معايا لفه جلاش ومعايا نص كوبايه من السمنه وسكر بودر ولبن. خلاص هبتدي بقى اللي انا اعمل ايه يا ست الكل. دلوقتي هبتدي ان انا اجيب الجلاش بتاعي واخد 3 ورقات يعني الاول هاخد 3 ورقات اهو، وهبتدي ان انا افردهم كده على اي حاجة عندي، وهجيب السمنة وابتدي ادهن. خلاص تمام. هنبتدي بقى ندهنها كده كويس جدا. اهم حاجة معانا السمنة، لان السمنة هي اللي هتخلي الطبقات معانا مورقة كده وحلوة وزي الفطير، وممكن احلى كمان واسرع. بدل بقى ما نقعد نعجن ونعمل الكلام ده كله ونعمل عجينة ومش عارف ايه، لا انا بالنسبة لي الطريقة دي بصراحة حبيتها وجميلة جدا جدا، والطعم كمان كان جميل مش وحش. هبتدي ان انا احط كده السمنة وهطبق من الناحيتين كده زي ما احنا شايفين، وبرضو نحط سمنة تاني. تمام. اهم حاجة السمنة زي ما قلت لكم، هي دي اللي بتعمل معايا الخطوة بتاعه التوريق دي، وبتبقى حلوة قوي. وهبتدي بقى ان انا اطبق واظبط كده كله زي بعضه، وهبتدي ان انا احط السمنة تاني واطبق طبقة كمان، وبعدين بقى هنبتدي ندهن سمنة من فوق ومن تحت. بس كده عملناها ايه زي الظرف كده او زي الجواب، يعني المهم يعني زي ايه، زي اي حاجة زي المنديل. المهم يعني احنا طبقناها وخلاص، المهم تبقى مطبقة كده وحلوة. وهبتدي ان انا اجيب واحدة تاني برضو اعملها بنفس الشكل. عايزه اقول لكم بقى الفيديو ده انا عملته علشان خاطر واحده صاحبتي كده وحبيبتي اسمها رحاب، كانت سالتني على الطريقه وقلت والله مش هستخسرها فيها وهعملها لها، عشان خاطر هي كانت عايزه تعرف المقادير بالظبط. تمام. هبتدي بقى ان انا اطبق كده يمين وشمال، وهحط كده السمنه بتاعتي برضو من فوق الوش، وهعمل طبقه تاني كده من فوق، ونحط سمنه من فوق ومن تحت وفي الجناب كده، يعني نظبطها. تمام، بحيث ان هي لما تتحط على النار كلها تاخد لون واحد. دي بقى اخر طبقة، كانوا طبقتين بس. تمام، واحدة مقطوعة وواحدة زي ما احنا شايفينها كده سليمة. حطيت السليمة من تحت وحطيت المقطوعة من فوق، ما انا اكيد مش هرميهم يعني، ممكن تعمليها كلها طبقتين عادي جدا، بس بتبقى مقرمشة معاكي شوية. تمام. هبتدي بقى ان انا ادهنها كده واطبقها برضو زي الباقي. عملت معايا كمية حلوة، عملت معايا 7 فطيرات. خلاص، بس كان طعمها بجد عظمة عظمة عظمة. هبتدي بقى ان انا اطبقها كده زي التانيين بالظبط، وبعدين هاخدها بقى وهنعملها دلوقتي على النار بطريقة سهلة جدا، مش تاخد معاكي اي وقت خالص. طبقناها بقى كده يمين وشمال وحطينا سمنة وابتديت ان انا اخلص الكمية معايا كلها. خلاص كده، صلوا على سيدنا محمد واخبطوا اللايك عشان اللايك ما بيكهربش. تمام كده، ده شعارنا. هنبتدي بقى ان احنا نروح على النار. طبعا خلصت اهي. هروح بقى على النار واسخن الطاسة، موطيين النار خالص. تمام، عشان خاطر ما تتحرقش مننا وكمان تستوي من جوه. هبتدي ان انا اقلبها كده يمين وشمال لحد ما اخلص الكمية كلها، وبعدين لما تستوي او تحمر من الجنبين، هبتدي ان انا من ال4 جوانب كده اقلبها واخليها تحمر برضو من ال4 جوانب كده. خلاص يا ستي، خلاص اخبطي اللايك عشان اللايك ما بيكهربش، على رأي ماما ام حميدة. خلصنا بقى الكمية بتاعتنا كده كلها، اللهم صل على سيدنا محمد، حاجة كده في منتهى الجمال. هجيب بقى نص كيلو من اللبن، وهبتدي ان انا انزل في نفس الطاسة كده وهي على النار، وهحط لها سكر. والسكر ده بقى حسب الرغبة، حسب ما انت تحبي الحاجة مسكرة او دلع. ده طبعا سكر بودر، ورشة من الفانيليا كده، وهنقلب. تمام. اول ما هتبتدي كده تسخن معايا خلاص هطفي عليها. هنروح بقى يا ست الكل علشان خاطر نشوف بقى الفطير بتاعنا العظمه اللي احنا عملناه ده. عظمه يا ام ادهم عظمه. هبتدي بقى ان انا اقطعه كده. ليه قطعناه؟ علشان خاطر تكون كده كل حته سهله كده للاكل على طول، ما نقعدش ندحور يعني في الفطيره بتاعتنا، وكمان علشان خاطر تشرب من اللبن بتاعنا كويس. خلصنا بقى الكميه كده كلها اهي. هبتدي بقى ان انا اجيب اللبن بتاعي بعد ما سخن وانزل بيه كده على الفطير. يا سلام، اللهم صل على سيدنا محمد، حاجه كده في منتهى الجمال. هبتدي ان انا اسقيه كله كده باللبن.
خلاص. وهنسيب بقى اللبن او الحليب بتاعنا على جنب، ده نحطه فوق الفطير بقى اختياري لو احنا حابين مع السكر. خلاص كده خلص. هبتدي بقى اجيب السكر بتاعي البودر وارشه من فوق الوش كده رش عشوائي، بس طبعا ده مش كفايه. انت لو حابه بقى بعد كده بتاخدي حته كده قطعه في طبق وبترشي عليها سكر. وكمان في حاجه كمان بنحط كمان شويه قرفه لو انت حابه، يعني بيكون طعمها في منتهى الجمال. بصوا بقى شكلها جميلة جدا جدا ومورقة وزي الفل. وده بقى كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم واكون وصلت لكم المعلومة ويكون نال اعجابكم يا رب. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله.